بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض الرز بلبن. الرز باللبن أكلة من الأكلات الحلوة اللي كلنا بنحبها طبعا، ومكوناته موجودة عندنا في البيت وبسيطة. ولو حابين تعرفوا الطريقة اللي أنا بعملها طريقتي أنا هقول لكم على المقادير بتاعتي. بستخدم كوبايتين رز مغسولين كويس ومتصفيين، وبستخدم كيس لبن بودرة وفانيليا وكيلو لبن، وبستخدم معلقتين نشا، وبستخدم قشطه، وطبعا للتزيين في الاخر جوز هند، زبيب، سوداني. انا عن نفسي بحط قرفه، فاللي حابب زي ما انت بتحب اي عندك مكسرات، اي نوع مكسرات حابين تحطوه على وش رز بلبن هيبقى برده جميل. بعد ما غسلنا الرز نبدا في الخطوه اللي بعد منها على طول. بعد ما غسلنا الرز حطينا حبه ميه في الحله، يعني كوبايتين ونص 3 كوبايات ميه، وبعد كده هننزل الرز في الميه اللي غلت بتغلي. في ناس بتحب تعمل الرز بلبن، بتعمله تغلي لبن وتحط فيه الرز. انا مش بحبذ الفكره دي، بحس اللبن نفسه مش بيسوي الرز قوي او بياخد وقت او بيعجن، لكن لما يتحط في ميه، يتحط في ميه ويستوي فيها كويس، ميه مش كتير، ميه بس تسويه، مجرد تسوي الرز، وبعد كده نحط بقى اللبن زي ما احنا عايزينه بالطريقه اللي احنا نحبها ونكتر براحتنا. لكن انا بحب مبدئيا اسوي الرز في ميه، هنسيبه يستوي شويه، وبعد ما يستوي هشوف هحط ايه اول حاجه معايا. جهزنا النشا بتاعتنا، حطينا ميه، طبعا معلقتين نشا حطيت عليهم ميه عشان تتحط، وطبعا كنا نسينا نحط السكر، حضرنا السكر اهو. يعني هو انا بحط كوبايه سكر وبدوق لو محتاج تاني. في ناس بتحب سكره زياده وناس بتحبه مظبوط. مبدئيا هحط كوبايه سكر، ولو احتجت تاني هزود. نشوف بقى دلوقتي وصلنا لغايه فين في الرز وايه اللي حصل معاه. ادي الرز بعد ما اخد كام غلوه مع الميه، دي النتيجه اللي انا عايزاها بالظبط، ان يشرب الميه بتاعته ويكون خلاص دخل في السوا. دلوقتي هبدا انزل عليه باللبن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو جزء من اللبن الاول، مش هحط الكيلو مره واحده، وهنقلب. طبعا دلوقتي بعد ما حطينا اللبن، هو الرز اصلا دخل في السوا، فكده بقى هيستوي مع اللبن ويشرب من اللبن، ياخد من قيمته، ياخد من طعمه، يبقى استفدنا باللبن فايده كامله. هحط كمان دلوقتي النشا، اللي هحط دلوقتي الفانيليا. فكره الفانيليا في الرز بلبن الريحه، تدي ريحه حلوه لرز اللبن. هو باكت صغير فانا هحط 2 باكت، هحط 2 باكت. اصلا طبعا ريحه الفانيليا جميله، واللبن برضو احيانا بيكون كده فيه ريحه يعني غير مستحبه لبعض الناس، فالفانيليا بتضيع الريحه دي خالص. هنسيب دلوقتي اللبن يغلي كويس مع الرز عشان اشوف ان انا هزود بقيه اللبن وهعمل ايه بعد كده. طبعا اهم حاجه في الرز بلبن ان دايما نخلي ايدنا في الحله، يعني ما نسيبهاش ونقعد او نسيبها شويه، لا، ايدنا طول الوقت فيها، عشان التقليب ده بيخليها ما تعجنش مننا، تطلع حلوه ومظبوطه، فطول الوقت ايدنا فيها. انا كده كنت حطيت نص اللبن بس، نص الكميه، هحط الجزء التاني اهو. كده حطينا كيلو اللبن. طبعا هي كل ما بنديها لبن بتزيد، بتتخن شويه، فاحنا برضو كل حبه هنديها كده ايه، تقليبه حلوه عشان نتاكد ان هي ما عجنتش وما لزقتش في الحله من تحت. مهم قوي ان ايدنا فيها، اهم حاجه في الرز بلبن ايدنا فيه، ما نسيبهوش لغايه ما يخلص خالص ويستوي. طيب ايه دلوقتي هنحطه؟ هنحط دلوقتي اللبن البودره. اللبن البودره بيديله طعم زي المحلات. احنا دايما بنجيب الرز بلبن من بره وبنقول ده طعمه جميل، طعمه مميز، طعمه مختلف. لا، احنا لما بنحطه في البيت مع الرز بلبن بتاعنا بيديله طعم مقارب جدا للرز بلبن بتاع بره، ميختلفش عنه كتير. في كمان حاجه انا بس ما عملتهاش للاسف عشان ما كانش عندي حد يجيبها لي، انا الوقت عندي ما كانش مناسب. الكريم شانتيه لما بيتحط مع الخلطه بتاعه الرز بلبن، كريم شانتيه برضه بيبقى جميل جدا، بيزود قيمته الغذائيه وطعمه بيبقى منتهى الروعه ومنتهى الجمال. زي ما احنا شايفين
الرز بيغلي مع اللبن برضو ايدنا فيه، كل حبه بنقلب ما بنسيبهاش كده خالص. هنحط مع الرز بلبن ذره ملح بسيطه، طبعا الملح بيعادل في الطعم مع الحلو، منكترش فيها ذره عشان ده يعتبر حاجه حلوه طبعا. هنقلب الملح اللي احنا حطيناه، نقلبه كويس. دلوقتي بقى جه دور ايه؟ النشا. هنحط النشا بعد ما حطيته في ميه وقلبته كويس. هننزل بيه على اللبن ونقلب. احنا دايما بنخلي النشا للاخر عشان طبعا النشا بيدي قوام للرز بلبن، ما ينفعش نبدا بيها او نحطها في نص الوصفه او في قبل الاخر عشان ما تزودش اللبن معايا والرز قبل ما نخلص. اهو بدا فعلا يتقل. دلوقتي اخر خطوه هنحط السكر. زي ما انا قلت السكر حسب الرغبه، في ناس بتحب السكر زياده وناس بتحبه مظبوط. انا هحط مبدئيا كده كوبايه سكر واشوف لو محتاج هزود، مش محتاج خلاص. ان شاء الله يكون مظبوط. انا مش بحب الحاجه تبقى حلوه قوي، يعني كل ما كان سكرها مظبوط يعني مش الحلو اللي يجزع النفس بيبقى احسن طبعا وافضل. ودلوقتي اخر خطوه هنحط معانا القشطه. انا هقسم القشطه نصين، هحط نصها في رز بلبن وهخلي النص التاني هحطه على وش الطواجن اللي هحطها في الفرن. انا بحب لما اعمل رز بلبن دايما اخلي كام طاجن كده احطهم في الفرن ياخدوا لون، بيبقى طبعا شكلهم جميل وطعمهم جميل جدا. ده بالنسبه له كده خلاص. هنطفي عليه عشان استوى. دلوقتي غرفنا، حطيت 4 طواجن عندي، حطيت فيهم رز بلبن، وهعمل خطوه كمان عشان خاطر نديهم الطعم والشكل الجميل. باقي القشطه اللي فايضه مني اللي كنت مخلياها خدت نصها، بحط عليها معلقه زبده بلدي، طبعا دي تديله طعم وتديله لون جميل. بحطها كويس كده على القشطه عشان احطها على وش الطواجن وادخلها الفرن. وباقي الرز بيتغرف عادي في اطباق عاديه، وتحط بقى المكسرات اللي انت عايزاها او الحاجه اللي انت حباها عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده على الطاجن من فوق. طبعا ده لما بيخش الفرن بتسيح الزبده مع القشطه. طبعا ده اللي مش عامل دايت يقدر ياكله يبقى جميل وما شاء الله بصحه وهنا يعني. للاكيله اللي بتحب الحاجات الحلوه اللي فيها قيمه غذائيه برضو عاليه، يعني عاوز يتخن لكن مش اللي عاوز يخس زي طبعا خالص يعني. احط الكميه كلها كده. شكلها ما شاء الله تبارك الله. هنحط الطواجن دي في الفرن واغرف باقي الرز في الاطباق واوريكم في الاخر لما تطلع من الفرن الشكل النهائي بتاعها ايه. وادي الشكل النهائي بعد ما طلعنا الطواجن من الفرن. شكلها جميل ما شاء الله. وده الرز اللي احنا غرفناه من الاول، حاطين عليه جوز هند وزبيب، وحاطه طبقين حاطه عليهم قرفه. اللي بيحب ياكل قرفه، هي طعمها جميل وريحتها جميله بصراحه وبتبقى منتهى الجمال في الرز بلبن. وادي الشكل النهائي للكميه، بس هي اتاكل منها بصراحه عشان ولادي ما استنوش اما اخلص يعني. صحه وعافيه. يا رب تكون عجبتكم الوصفه بتاعتنا، وان شاء الله لو جربتوها هتبقى كويسه وتعجبكم. وبألف هنا وألف شفا.